لو ابنك عنده افكار غريبه ده مش معناه ان هو عبيط، ده معناه ان هو سابق عصره. الكهرباء قطعت تلاقي ابنك بيقول لك تعالي نشغل فلاش الموبايل طول اليوم. ايه المشكله؟ الاطفال دول فعلا عندهم حلول عبقريه، بس احيانا تحس ان هم جايين من كوكب تاني. مش كل طفل بيفكر بطريقه تقليديه، حقيقي في اطفال بتفكر 24 ساعه خارج الصندوق، او بمعنى اصح خارج المجره كلها. المشكله ان التعليم التقليدي بيخليهم يحسوا ان تفكيرهم غلط، وبدل ما نشجعهم على الابداع بنقول لهم خليكم منطقيين. بس الحقيقه ان الاطفال دول هم المخترعين الصغار، واللي بيضحكك عليهم النهارده ممكن بكره هو ده اللي يبقى مشروعهم الناجح. لو ابنك عنده افكار غريبه ده مش معناه ان هو عبيط، ده معناه ان هو سابق عصره. لما تلاقيه دايما بيفكر في حلول مش متوقعه دورك انك تدعميه وتسيبيه يجرب بدل ما تحبسي خياله. البرمجه والذكاء الاصطناعي هم المفتاح اللي هيخلوه يحول افكاره المجنونه لمشاريع عبقريه، بدل ما تفضل مجرد كلام. في تيكا تك احنا مش بنقول له انت غلط، احنا بنقول له جرب وشوف بعينك الافكار المجنونه وهي بتتحول لمشاريع حقيقيه. لو ابنك او بنتك قالوا لك عن افكار مشاريع غريبه قريب شاركينا في الكومنتس.